حملت 11 مرة وكان نفسها كلهم ييجوا الدنيا. جمالها أخد عين كل الأجيال، شعنونة والكل بيعمل ليها ألف حساب. جرأتها ورأيها من دماغها وخلوها كسبت عدوات كتير. ليها وش تاني محدش يعرف عنه حاجة. اتجوزت مرة واحدة وحبت مرة واحدة تانية، بس بعدها قضت حياتها ما بين مصر ولندن وسوريا. ما منعتش الأدوار الجريئة وبطلتها بعد سن معين. ما اتجوزتش أحمد زكي بسبب شهيرة، وفضلت شايلها لها طول العمر. دايما فاكرة حب عمرها ومنعته عن الناس كلها لما تعب، وكملت مع أحمد زكي لآخر حياته بسبب وعد وعدته ليه. رغدة الاسم اللي لو اتقال يقلب مصر وسوريا. ليها وش تاني محدش يعرف عنه أي حاجة خالص، ومش بتصدره للناس والقريبين بس اللي يعرفوه. يا ترى بقى ليه رغدة محدش يعرف حقيقتها، وليه بتحب العيال وكانت عايزة تخلف كتير؟ وهل فعلا شهيرة منعت جوازها من أحمد زكي؟ أسرار كتير في حياتها هتعرفوها معانا في الفيديو ده. رغدة رغم إنها بتبان جريئة وأوقات لسانها حاد ومش بتخاف من حد ولا بتخاف حد يزعل منها، بس جوه منها شخصية تانية بعيدة عن اللي بتظهر قدام الكاميرات خالص. ودي بقى الست الطيبة اللي بتحب. اتجوزت مرة واحدة بس في حياتها وجابت بنتين وولد. كان نفسها في أكتر بس كان الحمل مش بيكمل، والسر في كده إن هم عيلة بتحب تخلف كتير وإخواتها مخلفين كتير. رغدة قررت تبعد التلاتة عن كل الأضواء والأحداث اللي هي مرت بيها، لدرجة إنه أصلا محدش يعرف ملامحهم غير وهم صغيرين بس لما ظهروا معاها في مجلات. وكان في وقت مهم لازم يكون لولادها وبس، لأنها هي خلفت عشان الأمومة حاجة مهمة بالنسبة لها. هواياتها وهدوءها بيستغربهم اللي بيقرب منها، عشان هي يا إما بتقرا يا إما قاعدة على البحر. أهم حاجة عندها فنجان القهوة الصبح وإنها تشوف منظر حلو. رغدة عاملة مزرعة وبتزرع فيها بإيديها، ودي من الهوايات اللي بتحبها. غاوية شعر وندوات، وكانت حياتها دايما مشغولة حتى لو ما فيهاش تمثيل. ده بقى غير تربيتها للحيوانات، ودي حاجة لسه بتعملها لحد دلوقتي. رغدة عرضت نفسها لمشاكل كتير بسبب رأيها الصريح، وكمان دخلت صراعات مع فنانات كتير وخسرتهم. كان أولهم شهيرة اللي رفضت إن أحمد زكي يتجوز رغدة وخافت من تهورهم هما الاتنين قصاد بعض. ده غير إن رغدة ردتها لها بعدين وما نسيتهاش ومنعتها إنها تزور أحمد زكي أول ما تعب، وعملت نفس الحاجة مع يسرا، وده خسرها أصحابها وتسبب ليها في مشاكل كبيرة معاهم، وصلت لأنهم ما بقوش يكلموا بعض تاني. رغدة اتقال عليها كتير إن الحب اللي جمعها بأحمد زكي. هي ما أنكرتش ولا هو كمان أنكر قبل رحيله، بس اللي خلاها وقفت جنبه لحد ما رحل عن الدنيا هو الوعد اللي وعدته ليه في أول حياتهم هما الاتنين، إنه لو حصل ليه حاجة تفضل واقفة جنبه. وهي كانت قد كلمتها معاه. في التمثيل بقى رغدة ما كانتش رافضة أبدا للأدوار الجريئة، وكانت بتقدمها لحد وقت معين، وبعدها قالت مش هعمل الأدوار دي تاني، وكملت في أدوار الأمومة لحد ما قررت تبعد عن كل حاجة وتعيش مع ولادها في إنجلترا وتبعد عن كل حاجة. انتوا بقى شايفين إن رغدة كانت بتبين الوش القوي للناس ليه؟